يا مساء الفل عليكم يا شباب وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة يا جماعة نتكلم عن تأشيرة شنجن، نسبة القبول فيها وصلت 97% في 2024، وهي تأشيرة شنجن بولندا. بولندا يا جماعة تعتبر من الدول السهلة اللي تقدر تجهز الملف بتاع التأشيرة بتاعها، وخصوصا الشنجن، وتقدر تقدم عليها بنفسك وتوفر فلوسك في 2025، وخصوصا نسبة القبول العالية. وهنوضح برضو الناس اللي خدت رفض في التأشيرة ديت خدت رفض ليه، وهنعرف متوسط الرواتب في الدولة ديت، وازاي تقدم الطلب بتاعك صحيح. وكل ده من الموقع الرسمي الخاص بالتأشيرة، يعني كل الكلام دوت جاي من المصدر الرئيسي من الدولة. بس طبعا قبل ما ندخل في التفاصيل، لو انت اول مرة تشوفنا يا ريت ما تبخلش علينا بالاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. النهارده يا شباب هنتعرف على تأشيرة شنجن بولندا. وطبعا زي ما احنا عارفين ان بولندا من الدول المؤسسة لمنطقة الشنجن، يعني من الدول اللي بتسمح لك التأشيرة بتاعتها ان انت تدخل بيها اي دولة اوروبية تانية. يعني اول ما تاخد تأشيرة شنجن بولندا وحابب تروح بقى ايطاليا، حابب تروح بقى فرنسا، حابب تروح بيها النرويج، اسبانيا، تقدر تتنقل بسهولة. تاني حاجة يا جماعة، تمن التأشيرة ما بتعداش معاك 80 يورو، سعر موحد على معظم تأشيرات الشنجن. تالت حاجة برضه إن التأشيرة شنجن بولندا بتسمح لك إن أنت تقعد في البلد 90 يوم، حتى لو أنت مقدم 7 أيام أو 10 أيام. يعني أنت أول ما تاخد تأشيرة شنجن بولندا ليك 90 يوم في قلب البلد. برضه الرد بتاع التأشيرة بيجي لك بعد 15 يوم بالظبط لو الورق بتاعك صحيح، يعني الأوراق اللي أنت مقدمها تمام. فأنت لو حابب إن أنت تاخد تأشيرة شنجن بولندا، يبقى لازم تعرف شوية عوامل رئيسية قبل ما تقدم على التأشيرة. يعني لو أنت اللي هتجهز الملف ده بنفسك وعايز توفر فلوسك، اول حاجه يا جماعه الوقت المناسب. لازم تكون مركز انت هتقدم على التاشيره، ايه الوقت المسموح لك ان انت تقدم على التاشيره دي. يعني ما تجيش في وقت الشتاء وتروح تقدم على التاشيره وتقول انا خدت رفض، لان موسم السياحه ما بيشتغلش طبعا في بولندا في وقت الشتاء، وخصوصا الطقس هناك بارد يا جماعه. تاني حاجة لازم تكون محدد مدة الأجازة اللي أنت ناوي تقضيها هناك. يعني مدة الأجازة ما تعداش عن 7 أيام، ما تعداش عن 10 أيام. لو أنت عايز تطول شوية وحسابك البنك هيغطي مصاريفك هناك، يكون أقصى حد 15 يوم. بجانب إن أنت تكون ذاكر الأماكن اللي أنت ناوي تزورها. يعني أنت مثلا رايح بولندا، يبقى أنت عارف أنت رايح فين بالظبط، ما تكونش رايح عشوائي وخلاص، أو أنت رايح تتفسح وحاجة تقول لي أما أروح أقدم وخلاص. لا، لازم تكون محدد الأماكن اللي أنت ناوي تزورها، اللي هي خطة السفر، بجانب حجز الفندق، بجانب برضو أهم ورقة اللي هي حسابك البنكي. حسابك البنكي ده تعتبر أهم ورقة في كل الأوراق. يعني لو انت حابب تقدم على تأشيرة شنجن بولندا، يبقى تكون مركز مقدم حساب بنكي لآخر 6 شهور عليه حركة يا جماعة. الميزة برضو في تأشيرة شنجن بولندا إن ما بطلبش فيها مقابلة، يعني ممكن تقدم أوراق بس لو الأوراق دي صحيحة وتمام، ما فيهاش أي حاجة فيك، يعني ما تكونش فيها أي حاجة وهمية أو مزورة، بإذن الله تكون واخد تأشيرة خلال أسبوعين بالظبط. طيب، انت هتبدأ تجهز الملف التأشيرة ديت بنفسك. ايه اللي هيطلب منك بالظبط؟ يعني ايه هي الاوراق اللي هتركز عليها لما تيجي تقدم على تاشيره شنجن هولندا؟ اول حاجه في اوراق ثبوتيه زي جواز سفر ساري، يعني لازم يكون معاك جواز سفر ساري. تاني حاجه الصور الشخصيه تكون حديثه يا جماعه، وهسيب لكم برضه في الموقع الرسمي مقاسات الصور اللي هتطلب منك بالظبط. تالت حاجة التأمين الصحي. التأمين الصحي أو تأمين السفر ده معروف باسم 30,000 يورو. هو ما بيقولكش أنا طالب منك يكون معاك 30,000 يورو، هو بيقول لك التأمين ده اسمه 30,000 يورو. تقدر تعمله في أي شركة تأمين في بلدك، تعمله مع أي شركة تأمين على الإنترنت عادي أونلاين بينفع. هو بيتعمل بمبلغ بسيط. تالت حاجة برضه يا جماعة خطة السفر. يعني إيه خطة سفر؟ دي حساب بنكي لآخر 6 شهور، عشان يشوف أنت وفرت قد إيه من الراتب بتاعك، وبناء عليه هو بيقرر انت هتاخد التأشيرة ولا لا. يعني انت لو مقدم حساب بنكي محترم لاخر 6 شهور، ومقدم مدة اجازة بسيطة، ومحدد الاماكن اللي انت ناوي تزورها، وبقية الاوراق صحيحة، اضمن لك بنسبة 100% كمان ان انت تاخد التأشيرة دي. طيب، في شوية اوراق تانية. لو انت موظف هتطلب منك طبعا شهادة من الشركة اللي انت شغال فيها، يعني خطاب من الشركة والوظيفة بتاعتك
والراتب واسم الشركة. طيب لو أنت مش موظف وطبعًا عندك عمل حُر، أنت هتقدّم بيه السجل التجاري والبطاقة الضريبية. طب السجل التجاري دوّة هتعمله إزاي؟ أو السجل التجاري دوّة شرطه إيه؟ لازمًا يكون عدّى عليه على الأقل سَنة، يعني ما تجيبليش إن أنت مثلًا السجل التجاري بتاعك دوّة يكون عدّى عليه شهر أو شهرين وتقول أمّا أروح أقدّم بيه، لأ، لازمًا يكون السجل بتاعك ده مَر عليه على الأقل سَنة، على أساس إن المشروع اللي أنت شغّال عليه أو المشروع اللي أنت مالكه يكون طلّع أرباح. يبقى لو ربطنا كل الأمور هنلاقي حساب بنكي، وطبعًا سجل تجاري آخر 6 شهور، أو وظيفة أنت بقى لك فترة متعيّن فيها. يعني ساعات بيسألك عن مدة تعيين، يعني أنت متعيّن إمتى في الخطاب اللي هو بتاع الHR letter. ده الحاجات دي كلّها بيركّز عليها القنصل لمّا بييجي يفحص الورق بتاعك. يبقى ديّة نُقط رئيسية معاك لمّا تيجي تقدّم على التأشيرة، ركّزت عليها، اشتغلت عليها صح، قدّمت أوراق صحيحة، أضمن لك إن أنت تاخد التأشيرة ديّة في خلال أسبوعين بالضبط. طيب ممكن تقدّم شوية أوراق تانية إضافية تثبت لهم حُسن نيتك زي ما بنقول كده بالبلدي. أول حاجة إن أنت ممكن تقدّم قسيمة جواز بتاعتك، يعني لو أنت راجل متجوّز تقدّم قسيمة الجواز بتاعتك. لو أنت عندك أطفال ممكن تقدّم شهادة ميلاد أطفالك إن أنت ليك ارتباطات أسرية في البلد بتاعتك، وإن أنت فعلًا رايح تتفسّح في مدة أجازة بسيطة وراجع لبلدك تاني. ده برضه لو أنت عندك أملاك بتثبت لهم إن أنت راجل مقتدر، مش هتكسر فعلًا الفيزا، وإن أنت هتروح تدوّر على شغل هناك. من الأسباب برضه يا جماعة اللي هتساعدك إن أنت تاخد التأشيرة لو أنت سافرت قبل كده، يعني عندك سفريات قديمة قبل كده تقدر برضه إن أنت تستغلها وتقدمها في الملف بتاعك. ديّة كل الأوراق. خطوات التقديم بقى لمّا تيجي تقدم على التأشيرة ديّة، زي ما قُلنا التأشيرة ديّة ما بيتطلبش منك فيها زي ما بنقول لك مقابلة شخصية في أغلب الأحيان، بس بتروح مكتب اسمه VFS Global. المكتب ده يا إما بتحجز ميعاد في المكتب ده، بعد كده بيدّيك استمارة تملاها، بعد كده بيطلب منك الأوراق اللي إحنا شرحناها بالتفصيل. طبعًا عرّفنا أهم العوامل وأهم الوقت المناسب اللي هتقدّم فيه على التأشيرة. لازمًا تكون في موسم السياحة. المكتب ده بياخد عمولة برضه، هو المكتب الوسيط ما بينك وما بين السفارة. بتقدّم الأوراق وتكون مترجمة طبعًا باللغة الإنجليزية، وبتدفع تمن التأشيرة اللي هم 80€، وبتستنى بعد كده مسألة الرَّد. الرَّد بييجي لك على الجواز، يعني أنت بتسلِّم الجواز بتاعك، جواز السفر بتاعك، بييجي لك على الجواز قُلنا بعد أسبوعين، بعد 30 يوم بالكتير، بييجي لك لغاية باب بيتك، وبإذن الله تكون واخد التأشيرة. حاجات كده لازمًا تعرفها عن بولندا أساسية قبل أمّا إن أنت تقدّم على التأشيرة بتاعها. أول حاجة من العوامل دي إن متوسط الراتب هناك في بولندا من 1000 ل1200€ شهريًا، يعني ما بيتعدّاش معاك الراتب 1200€ سواء في أي حرفة. الحرف هناك مطلوب، العمل هناك في المطاعم والسياحة مطلوب، يعني مجال العمل هناك في قلب بولندا يعتبر محترم. بالإضافة إن تأشيرة شنجن بولندا ممكن تساعدك إن أنت لو مش حابب تقعد في البلد تتنقل بيها ل29 دولة أوروبية تانية، منها فرنسا، منها أوروبا، منها إيطاليا، منها النرويج، منها أيسلندا، حسب ما تحب. شوف البلد اللي أنت ليك مصدر رزق فيها، النمسا حابب تتنقل ليها، ألمانيا، هي بتدخّلك الدول ديّة بسهولة. طيب نسبة القبول قُلنا 97% في 2024. برضه من الحاجات اللي أنت لازمًا تكون فاهمها برضه عن الدولة ديّة، إن الحياة فيها تعتبر متوسطة ومن أرخص الدول الأوروبية، تتنقل عادي بسهولة. يعني لو أنت حابب إن أنت تستفاد بالتأشيرة ديّة، هتستفاد فعلًا من إن أنت تدوّر على شغل، إن أنت تقدّم بيها لجوء. الدراسة هناك في بولندا تعتبر مش غالية برضه، ناس كتير مصريين وعرب مستقرين في بولندا وطبعًا بيدرسوا هناك. يعني لو أنت قعدت تحسبها من جميع الجهات إن أنت لو خدت التأشيرة ديّة أنت مستفاد. بعد كده بتدوّر لشغل، تقدّم لجوء، بتكمّل دراسة، حسب الغرض اللي أنت حابب تستفاد منه، سواء كانت سياحة أو إن أنت تحوّلها لعمل أو إن أنت تقدّم بيها لجوء أو إن أنت تتنقل بيها لأوروبا. هتلاقي فيها مجالات كتير. جميع الروابط دي بقى يا جماعة هتلاقيها في قلب صندوق الوصف. الناس اللي بتسألنا الروابط دي فين؟ يعني أنا ما باقولكش أنت هتقدّم، لأ، أنا بادّيك مصدر المعلومات اللي أنا باتكلّم فيها النهارده، هتلاقيها موجودة معاك في قلب صندوق الوصف ومن الموقع الرسمي. هتلاقي الموقع محدد لك المواعيد اللي أنت تقدر تحجز في تقديم طلب لتأشيرة شنجن بولندا برضه. الأوراق هتلاقيها موجودة عندك وبالتفصيل اللي هيتطلب منك بالضبط، تمن التأشيرة، الرد هييجي لك إمتى على التأشيرة. كل النقط دي أنا بس باحاول إن أنا أبسّطها لك في قلب الفيديو في دقايق بسيطة. بالتوفيق للجميع بإذن الله، ولو في أي استفسار يا ريت الناس يسيبوه لنا في قلب التعليقات، وأنا في أقرب فرصة هارُد عليكم. وشكرًا ليكم وبس كده.